العين عن طريق رضوي، غريبه جدا مفيش واحد اشول يعملها بالقدم اليمنى، خطيره جدا. والهدف الاول، الله الهدف الاول، الله 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 الله. اسماعيل ده الكلام اللي بقول لحضراتكم. بصوا الطول والقامه يا جماعه، اتنين لعيبه هبه عندهم شخصيه. شوف طلع الكره ممتاز ما يعني محطه ارسال. بص شوف الكره عرضيه ورادوي يلعبها ايد ورجل ممتازه، ثم ما فيش مراقبه، مين يطوله. شوف الكره طالع من اعلى مستوى ممتاز. هنا الرقابه مش موجوده عن طريق المدافعين او لعيبه نص ملعب. في اول تبديل الاثنين سنتر باكس يسجل لاعب اسماعيل احمد، ما عملش تيك اوف خالص. المدافع الايسر مع نادي دبي يسجل اللاعب اسماعيل اخر، هو اسماعيل احمد يسجل عن طريق مراقبه اسماعيل احمد المدافع الايسر لفريق نادي دبي. الفكر بتاع كيكي فلوريس. بينما فريق نادي دبي يبدا الافتايم الثاني 4-1 نفس الشوط الاول. على طول الكره الثانيه اماميه، جبل اليمنى محمد اسماعيل كان عمل كروس باص ممتاز خطيره جدا، انطلاقه هوبا هدف التعادل الان ياتي لنادي دبي ممتازه. لا بقول لحضراتكم في بدايه غير البدايه بتاع الشوط الاول. هو ده الكلام. نادي دبي يضغط ويسجل عن طريق رامي اسلم ويقول انا مش هفرح طبعا بالهدف. لا سيبوني طبعا. هدف في مرمى نادي القديم نادي العين. اذا رامي اسلم وادي برونو سيزار يقول لهم سيبوني انما ادي رامي اسلم سجل هدف الحقيقه جميل. شوف الكوره، شوف كمان الاخلاقيات العاليه، ولد اخلاقياته عاليه جدا. هنا طبعا رامي اسلم على غرار اللعيبه الكبار الاوروبيين لما بيجي يلعبوا طبعا امام ناديهم السابق في الدربيات في الكلاسيكو في مثل هذه اللقاءات. الحقيقه بيبقى دايما عنده احترام شديد بالنسبه لجمهوره اللي كان في يوم من الايام طبعا هو واحد بيحتاج لعيبه اصحاب تميز خاص في هذا المكان. تلقى على طول تاني برونو سيزار. انما دبي الشوط الثاني شكل مختلف. دبي الشوط الثاني عنده جراءه. الشوط الثاني فريق نادي دبي خد حبوب الجراءه على نادي العين. هل العين ممكن يكلفه؟ يا سلام يا عمر على الباص، الله يا جيان، الباص. لا عمر عبد الرحمن ده من كوكب تاني. بص الباصه قبل الهدف بتاع القسم وجيان. يا نهار ابيض عليك يا عمر يا عبد الرحمن، مش ممكن ولد، مش ممكن يا جماعه. بص الباصه الله على الباصه وجمالها من غير ما يرفع عينه يا جماعه، من غير ما يرفع عينه. حدوته. بص شوف الكرة، اسكت. بص الله على الباصة 50% من الهدف. راحت الكرة. يا سلام عليك يا عمر. حقيقة حبة كريز ايه يا راجل؟ ده انت 85 فدان كريز. مش ممكن. حبة كريز ايه؟ بص شوف الباصة عاملة ازاي. بص شوف اللاعب قسم وجيان، كرة جميلة وعلى طول كيكي فلوريدا عن اللزوم قابلها بحنية زيادة. وبعض الاوقات الامور ما تحتاجش حنية، هي تاني عايز يلعب مع قسم وجيان. لعيب يمتعك تحت اي مهاجم يا جماعه. يا بخت قسم وجيان بعمر عبد الرحمن. يا جول قسم وجيان. يا خبر ابيض، العين فتح على الثالث. الهدف الثالث عن طريق قسم وجيان. يسجل هدف ثالث قسم وجيان. سبحان الله، يعني بعد هدف نادي دبي يفتح دبي، ثم بعد ذلك هي دي واقعية المدربين. نادي العين يلاقي الامور مفتوحة تمام التمام. شوف الكرة، لحظة لعب الكرة ممتاز. المساعد الثاني المهري، المساعد الدرجة الاولى، ودي العرضية ودي خطورة جيان. هنا خطورة جيان اللي بقول لحضراتكم عليها. ولد حافظ الحتة دي كويس. كرة تيجي من ميشيل باستوس، هدف احترافي. هدف من ميشيل باستوس لأساموا جيان حارس المرمى على عكس ثباته، على عكس اتجاهه. يسجل نادي العين ثالث اهدافه واول هدف لصالح اللاعب الاساموا. هو تحرك اللاعب الاساموا جيان وبروسكي وباستوس والمدافع الايمن اللي بذل مجهود كبير، مجهود ماتشين. احد نجوم المباراه الحقيقه المدافع الايمن محمد احمد. خطيره تراولي، هدف عالمي جميل. هو ده الكلام. ايوه كده 3-2 ممتازه. شوف الاستلام بتاع تراوري. شوف متعه نادي دبي في الاوف تايم الثاني. قد تكون المباراه الاولى في تاريخ لقاءات الفرقتين على مستوى السكور العالي. انا قلت لحضراتكم الماتش ده فيه سكور. وادي الكوره وادي جمهور نادي دبي الحقيقه اللي اتى الى هذا الملعب الى استاد طحمون بن محمد. هدف جميل للاعب تراوري. شوف الاستلام. انما في مشاكل يا جماعه عند قلبين الدفاع، في مشاكل عند العنيزي واسماعيل. وشوف مين اللي مغطي تغطيه عكسيه. اللاعب محمد احمد
جاي من بعيد لكن جه في وقت متاخر. وفي كره القدم لما تيجي الموعد متاخر لازم تغني ظلموه ب7 لغات. تمشي الكره على ونفس القصه. فريق نادي دبي لا يحتاج الى تعادل في مساء اليوم، مساء القطاره. الله مش ممكن. بص 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 ما شاء الله. عمر عبد الرحمن باصه لبروسكي. مش ممكن يا جماعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يعني ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده عبقريه. شوف الوان تاتش اتعمل ازاي. ضرب والله يضرب 85 مدافع وليس مدافع. لمسه واحده لمسه واحده تحت المهاجمين. بروسكو يسجل هدف رابع لنادي العين 4-2. دبي يسجل ما يلحقش يفرح لثواني قليله. بص الباصه بص بص. يا سلام يا سلام على العظمه. العظمه على عظمه عظمه على عظمه. عمر عبد الرحمن يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مهما يقولوا عنك ومهما يعيدوا عنك يعني لا نكذب ولا نتجمل. شوف كيكي فلوريس. كيكي فلوريس عارف انه معاه لاعب يعني ما شاء الله عليه. وادي طبعا عمر عبد الرحمن جاب للراجل ده صداع. الباص يا جماعه الباص الباص. عمر عبد الرحمن الكوره في رجليه الشمال يمشيها لليمين يلعب مع زمايله. بروسكي مستمتع وفريق نادي العين يمتع. واربع اهداف مقابل هدفين للعين. 6 اهداف بينما التمريره مش ممكن هدف خامس. مش ممكن مش ممكن. لا 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 والله ما فيش كلام اقوله بقى. ما فيش كلام اقوله غير ما شاء الله. عمر عبد الرحمن عمر عبد الرحمن دياكي السمواجيان بروسكي. والهدف الخامس. 5 في وش العدو. 5 في وش العدو لفريق نادي هو نادي العين. هدف جميل هدف ممتع هدف ولا في الاحلام. بص شوف الباصات كلها عن طريق الباص كلها عن طريق الباص. مين هتلاقي كده؟ هتلاقي فين كده؟ حتى في غانا يا سمواجيان والله ما موجود منه حتى ما شاء الله في الدنيا. الله اكبر مش موجود منه ما شاء الله. تمريرات ايه مش ممكن. يا اما فريق نادي دبي الدفاع بتاعه واقف على الميه ما ملوش حل. يعني الترجمه ايه للكلام ده؟ الترجمه اي باص اي كوره مضروب بيها الخط الخلفي